فكون ان انا الموضوع يتكرر 1000 مرة نروح مع كولر، ودي اخر فترة لعب فيها الكورة كولر كورة كويسة. راح كاس العالم للانديه، لعبنا على ريال مدريد، كنا بنهاجم ريال مدريد ووصلنا قدام ريال مدريد، ومستوانا كان كويس قدام ريال مدريد، وعملنا بطوله محترمه على مستوى الاداء. لذلك انا ما زعلتش ساعتها من الاهلي عشان اداء ولا عشان نتيجه، انا زعلت عشان تفصيله بسيطه، كان ناقصنا مهاجم نروح من غير مهاجم فنظهر بالشكل ده ونضيع كم الكرات ده. لكن كان شكلنا حلو. لكن نروح فين بقى من البهوات اللي حوالين مجلس إدارة الأهلي واللوب اللي في الأهلي اللي قاعد فضل يهاجم في كولر، وما ينفعش تهاجم وما ينفعش تعمل وتأمن دفاعيا، ولازم نظهر فرقة بصمجية نقف نرص الأتوبيس، وبعد كده لحد ما الراجل باص خالص نسي الكورة. احنا اللي نسينا كولر الكورة. الراجل كان بيهاجم وكان بيبني كوره وكان بيعمل هجمات وكان عنده افكار هجوميه، نسينا الكوره، فضلنا نهاجم فيه ونقول له ما ينفعش تطلع بالكوره بالشكل ده، ما ينفعش ان انت تهاجم ريال مدريد، لازم تامن دفاعيا. من بعدها الراجل بقى بطه بلدي، باص كولر خالص. وبعد ما باص كولر نفضل صابرين عليه سنه واتنين ونص، ونفضل مستنيين عليه طول الفتره ديت، فنضيع 2 سوبر افريقي، ونضيع مباراه باتشوكا، ونطلع من السوبر ليج الافريقي البطوله المستحدثه الجديده، ونطلع من بطوله افريقيا، وما نلحقش نجيب مدرب لكاس العالم للانديه، ومش عارف نعمل ايه، ونضيع فرص ونضيع بطولات ونضيع ملايين الدولارات بسبب ان الاداره بعد ما هم بوظوا كولر فضلوا صابرين عليه طول المده دي كلها. بعد كده لما نجيب مدرب نروح نجيب الجزماتي اللي كان قاعد معانا امبارح ده، ولسه هنتكلم عن مباراه. ده اللي حاسس في نفسيتي وده اللي مضايقني.